بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهارده ان شاء الله هيكون عن طريقه عمل الموديل ده. زي ما احنا شايفينه كده شكله جميل، خطواته سهله، هنشتغلوا مع بعض بالتفصيل خطوه بخطوه. اشتغلته لمقاس لارج وممكن كمان يلبس لاكبر من كده، يعني من لارج لاكس لارج، تقدري تنفذيه لاي مقاس انت عايزاه. طريقه تكبير القطعه او تصغيرها هنشوفه بالتفصيل واحنا بنشتغل، وكمان هنشوف المقاسات اللي هنحتاجها. نيجي بالنسبة لكمية الخيط، زي ما قلت لكم القطعة دي لمقاس لارج وممكن تلبس لغاية اكس لارج كمان. خدت مني تقريبا 160 جرام خيط. نوعية الخيط ومقاس الإبرة هنشوفهم في بداية الفيديو. ويلا بينا نبدأ مع بعض على طول ونشوف خطواتنا النهاردة ايه، وإن شاء الله هتكون سهلة وبسيطة. وهنبدأ مع بعض على طول، وهنشتغل القطعة بتاعتنا النهاردة بخيوط قطن إيطالي. هشتغل مع الخيط ده بإبرة مقاس 3. اول حاجة هنبدأ بيها هي الوحدة بتاعتنا. هنشوف هنشتغل الوحدة دي ازاي، وبعدين كمان هنشوف هنوظفها وهناخد من خلالها المقاسات ازاي. هنعمل عقدة البداية، وهشتغل 4 سلاسل، 3 4. هروح على اول سلسلة ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة. كده اتكونت عندي الدايرة الصغيرة دي، تقدري تستبدليها بالدايرة السحرية. هدخل في قلب الدايرة، اعمل منزلقة وارتفع سلسلة، ودي بتكون مجرد ارتفاع. وهشتغل في قلب الدايرة دي 10 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 غرز حشو. وهروح على أول غرزة أدخل فيها، أول غرزة حشو أدخل فيها، أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل منزلقة. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلتين واعتبرهم بأول عمود، وفي نفس الغرزة اللي ارتفعت منها اللي هي نهيت فيها السطر اللي فات هشتغل كمان عمود. يبقى أول غرزة كده اشتغلنا فيها 2 عمود، سلاسل الارتفاع وكمان عمود. هنتقل على الغرزة رقم 2 واشتغل فيها 2 عمود. الغرزة رقم 3 2 عمود، 1 2. الغرزة رقم 4 2 عمود، وهكمل على نفس النمط. في كل غرزة حشو هشتغل 2 عمود، في الآخر هيبقى عندي 20 عمود. كملت على نفس النمط، اشتغلت في كل غرزة حشو 2 عمود. العدد عندي دلوقتي 20 عمود، يبقى بينتهي السطر رقم 2 على 20 عمود. هروح على سلاسل الارتفاع أدخل فيها وأعمل منزلقة، وكده بيكون انتهى السطر رقم 2. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 3. برتفع 1 2 3 سلاسل واعتبرهم بعمود. تقدري ترتفعي سلسلتين، ترتفعي 3 سلاسل، مفيش مشكلة. هعمل كمان سلسلة، يبقى أنا كده معايا عمود وسلسلة. هلف الخيط وهروح للغرزة رقم 2 أو العمود رقم 2 واشتغل فيه عمود، وبعدين سلسلة. السلسلة دي مش بنتخطى بيها أي حاجة، هنتقل على العمود اللي بعدها على طول أو الغرزة اللي بعدها واشتغل عمود، سلسلة. الغرزة اللي بعدها على طول عمود، سلسلة. الغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة. الغرزة اللي بعدها عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. وهكمل على نفس النمط، وفي نهاية السطر هيكون عندي 20 عمود و20 سلسلة، يبقى هينتهي السطر رقم 3 على 20 عمود و20 سلسلة.
كملت على نفس النمط وانتهى السطر بتاعي على 20 عمود و20 سلسلة. اخر حاجة عملت في الغرزة دي عمود وبعدين سلسلة. هروح على طول دلوقتي على سلاسل الارتفاع، ادخل في تالت سلسلة واعمل منزلقة. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 4. بنتقل لأول فراغ يقابلني بمنزلقة، وابدأ من أول فراغ برتفع سلسلتين، ارتفاع 3 لو بيظبطوا معاكي السطر أكتر مفيش مشكلة خالص من ارتفاع السلاسل. وفي نفس الفراغ هشتغل كمان عمود، يبقى كده أول فراغ اشتغلت فيه 2 عمود. هنتقل دلوقتي للفراغ اللي بعديه على طول واشتغل فيه 2 عمود. الفراغ اللي بعديه 2 عمود. الفراغ اللي بعديه 2 عمود، واكمل في كل فراغ يقابلني 2 عمود، وفي النهاية هينتهي السطر بتاعي على 40 عمود. كملت السطر على نفس النمط، في كل فراغ 2 عمود، وعدد العواميد عندي 40 عمود، وده السطر رقم 4. هروح دلوقتي على سلاسل الارتفاع ادخل فيها واعمل منزلقة. هنبدأ السطر رقم 5. بداية السطر برتفع سلسلتين، ألف الخيط وفي نفس الغرزة أدخل أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش. كده معايا 2 عمود. ألف الخيط وأدخل تاني، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش. ألف الخيط وأدخل للمرة الرابعة، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين وما كملش. معايا 4 عمود ألف الخيط وأخرج منه بالشكل ده. وكده عملت أول غرزة كلاستر. هعمل بعديها 3 سلاسل، 1 2 3. أتخطى غرزة واحدة وأروح على الغرزة اللي بعدها على طول وأشتغل غرزة كلاستر. أدخل أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين. أدي 1 2 3 4. ألف الخيط وأخرج من كل الحلقة، وبعدين 3 سلاسل. أتخطى غرزة وأروح على الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط وأدخل أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين من حلقتين من حلقتين من حلقتين. ألف الخيط وأخرج من كل الحلقة. كده عملت غرزة كلاستر. هعمل بعديها 3 سلاسل، أتخطى غرزة وأروح على الغرزة اللي بعدها وأعمل غرزة كلاستر. 1 2 3 4. وبعدين 1 2 3. أتخطى غرزة وأروح للغرزة اللي بعدها وأعمل غرزة كلاستر، وأكمل على نفس النمط. وفي نهاية السطر هيكون عندي 20 غرزة كلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل، وده السطر رقم 5. كملت السطر رقم 5 وبقى عندي 20 غرزة كلاستر، ما بين كل غرزة واللي بعدها 3 سلاسل. آخر حاجة عملت غرزة كلاستر وبعدين 3 سلاسل. هتخطى آخر غرزة عندي وهروح لأول غرزة كلاستر أدخل فيها وأعمل منزلقة. وبكده انتهى السطر رقم 5. ودايما الوحدات هتقف عند السطر رقم 5، وفي السطر رقم 6 بنبدأ نشبكها، لكن أول وحدة بس اللي بنخلصها بالكامل. يعني الوحدة بتاعتنا عبارة عن 6 سطور. أول وحدة بنشتغل ال6 سطور كاملين، بعد كده بنقف عند السطر رقم 5، والسطر رقم 6 بيكون فيه التشبيك، وهو ده اللي هنشوفه دلوقتي. هنكمل الوحدة بتاعتنا لأن دي أول وحدة، هنخلص ال6 سطور. بنتقل بمنزلقة لأول فراغ يقابلني، بارتفاع سلسلة، ودي مجرد ارتفاع، وفي الفراغ ده بعمل غرزة حشو، وبعدين 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. انتقل للفراغ اللي بعديه واعمل حشو،
1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو. كده كونت كام فراغ؟ 1 2 3. دلوقتي هنعمل الزاوية. هروح للفراغ ده وابدأ في تكوين الزاوية. ألف الخيط على الإبرة مرتين وادخل في الفراغ ده واعمل عمود بلفتين، كمان عمود بلفتين، كده 2 3 4 عمود بلفتين، وبعدين 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. في نفس الفراغ كمان 4 عمود بلفتين. 2 3 4. وبكده بكون كونت أول زاوية. هعمل بعد كده ايه؟ هنتقل لأول فراغ واشتغل فيه غرزة حشو، وبعدين 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو. كده كونت كام فراغ بعد الزاوية؟ 1 2 3. يبقى الفراغ اللي جاي ده هتكون زاوية. يبقى احنا بنعمل زاوية وبعدين 3 فراغات، زاوية وبعدين 3 فراغات. في الفراغ ده هبدأ أكون الزاوية بتاعتي، وهي عبارة عن 4 عمود بلفتين، 5 سلاسل، 4 عمود بلفتين بالشكل ده. هنتقل دلوقتي لأول فراغ وهشتغل فيه غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو، وبعدين الفراغ ده زاوية، واكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر. وده السطر رقم 6 في الوحدة بتاعتنا، وهي بتتكون من 6 سطور. يعني السطر ده السطر الأخير، يبقى الوحدة بتاعتنا تتكون من 6 سطور. ده السطر الأخير. بنشتغله في أول وحدة بس، بقية الوحدات بنشتغله واحنا بنشبك. يعني ايه؟ يعني التشبيك بيكون في السطر رقم 6. فطالما دي أول وحدة هنشبكها في ايه؟ مفيش، فبنشتغل السطر عادي من بداية من الوحدة التانية. السطر رقم 6 بنشبك فيه، وده اللي هنشوف. وبكده خلصت السطر رقم 6. آخر حاجة عملتها كانت الزاوية. هروح دلوقتي على أول غرزة حشو بدأت بيها السطر، أدخل فيها وأعمل منزلقة. هعمل سلسلة واحدة للأمان وهقص الخيط. كده كونا الوحدة بتاعتنا وشرحناها مع بعض بالتفصيل. وده شكل الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شفنا، عبارة عن 6 سطور. أول وحدة بنخلصها بالكامل. بداية من الوحدة التانية بنقف عند السطر رقم 5، وفي السطر رقم 6 بيكون التشبيك بالوحدة اللي قبلها. يعني الوحدة التانية اهي جاهزة معانا، وقفنا عند السطر رقم 5 اللي هو سطر غرز الكلاستر. بنبدأ دلوقتي في السطر رقم 6. أول حاجة بنعملها بننتقل لأول فراغ بمنزلقة، تمام. وفي نفس الفراغ ده بشتغل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 4 5. 5 سلاسل. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو. في الفراغ ده بكون الزاوية. كونت الزاوية اللي هي عبارة عن 4 عمود بلفتين، 5 سلاسل، 4 عمود بلفتين. أبدأ دلوقتي في الضلع رقم 2، أروح للفراغ ده وأعمل حشو، وبعدين 5 سلاسل. الفراغ اللي بعديه حشو 5 سلاسل.
الفراغ اللي بعديه حشو، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو، الفراغ اللي بعديه زاوية، 4 عمود بلفتين، 5 سلاسل، 4 عمود بلفتين. اشتغلت الزاوية بنفس النمط ده كده. الفراغ اللي بعديه حشو، ناخد بالنا، 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو، 1 2 3 4 5. الفراغ اللي بعديه حشو. كده عملت كام فراغ؟ 3. تمام. بداية من الزاوية رقم 3، يعني احنا عملنا هنا زاوية اهي 2. بداية من الزاوية الثالثة هنبدأ التشبيك مع الوحدة اللي قبلها. هنشتغل في الفراغ ده نص الزاوية اللي هي عبارة عن 4 عمود بلفتين، 1 2 3 4. طب وبعدين سلسلتين، وانتقل لفراغ الزاوية في الوحدة اللي قبلها. هنا ادخل، ناخد بالنا، ادخل من تحت الفراغ كده اهو، اخد السلاسل، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، ودي بالنسبة لي غرزة كمان او سلسلة كمان، وبعدين اعمل سلسلتين. انا كنت عاملة سلسلتين وغرزة المنزلقة كده 3، ودي كمان سلسلتين، يبقى دول 5. ارجع للزاوية بتاعتي تاني واكمل 4 عمود بلفتين التانيين، 1 2. طيب وبعدين انتقل للفراغ ده واعمل حشو. دلوقتي المفروض اعمل 5 سلاسل، هعمل سلسلتين بس وانتقل للوحدة اللي قبلها، اخد اول فراغ بعد الزاوية، ادخل كده من تحت السلاسل بالشكل ده، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين كمان، وارجع للفراغ اللي عليه الدور هنا اعمل حشو، وبعدين ارجع اعمل سلسلتين وانتقل للفراغ اللي عليه الدور اللي هو ده، ادخل من تحتي كده، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين، وارجع للفراغ اللي عليه الدور واعمل حشو، سلسلتين، انتقل للفراغ في الوحدة المقابلة ليها اهي، الفراغ اللي عليه الدور، ادخل في الفراغ كده من تحت اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين، وارجع للفراغ هنا اللي عليه الدور واعمل حشو، وهلاقي نفسي قدام الفراغ بتاع الزاوية. هدخل في الفراغ ده واكون نص زاوية، 4 عمود بلفتين، وبعدين سلسلتين، وانتقل للوحدة المقابلة ليها، اروح على الزاوية هنا، احنا بنشبك من الزاوية للزاوية، اروح على الزاوية هنا، ادخل في الفراغ بتاع الزاوية من تحت كده، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين كمان سلسلتين، وارجع للوحدة الاصلية بتاعتي اكمل بقية الزاوية، 4 عمود بلفتين، 1 2 3 4 بالشكل ده. تمام اهو كده شبكنا الزاوية التانية. طيب وبعدين هروح لأول غرزة حشو بدأت بيها السطر، أدخل فيها وأعمل منزلقة، هعمل سلسلة واحدة للأمان، وبكده شبكنا الوحدة رقم 2 في الوحدة رقم 1. طبعا أنا عندي مجموعة من الوحدات مشبكاها، ولسه هنشبك بقيتهم مع بعض. عندي هنا 1 2 3 4 5.
المفروض يبقوا 7. ده على حسب المقاس اللي انا بشتغله القطعة بتاعتي. القطعة بتاعتي عايزاها مقاس لارج، فبالنسبة لي محتاجة تقريبا 7 وحدات. طيب الوحدات دي بنحددها على اساس ايه؟ ناخد بالنا، ده شكل تقريبي للوحدة بتاعتنا. اعذروني انا ما بعرفش ارسم، بس ده شكل القطعة. ده هنا الكتف، وده الكتف من ناحية الظهر، وده هنا برضو الكتف من ناحية الظهر، وده الكتف من ناحية الأمام. تمام. احنا بنبدأ بالوحدات بتاعتنا. المفروض ان احنا نفضل نشتغل وحدات لغاية ما نوصل لمقاس محيط دوران الوسط على حسب السن والمقاس. بترجعي على جدول المقاسات وبتطلعي مقاس محيط دوران الوسط، وبتبدأي تشتغلي وحدات تشبكيها كده مع بعضها لغاية ما توصلي لمقاس محيط دوران الوسط. ممكن لو انت مش حابة تشتغلي من جدول المقاسات تبدأي تشتغلي وحدات وتقيسي حوالين الوسط لغاية ما توصلي للمقاس المطلوب. محتاجة تزودي وحدة، تزودي 2، تزودي 3، على حسب ما انت عايزة، مفيش مشكلة. يبقى احنا دلوقتي في منطقة الوحدات دي اللي احنا محتاجينها تكون بمقاس محيط دوران الوسط. انا عندي الوحدة طالعة معايا تقريبا حوالي من 10 ل 12 سنتي. فبدأت اشتغل هنا. ادي 1 2 3 4 5، لسه هشبك معاهم وحدتين كمان، ودول اللي هنشبكهم دلوقتي مع بعض علشان ناخد بالنا تاني من طريقة التشبيك. عندي هنا دي الوحدة اللي عليها الدور في التشبيك. ناخد بالنا انا بدأت هنا السطر رقم 6، عملت زاوية 2، وجيت دور دلوقتي على الزاوية رقم 3. احنا بنشبك من الزاوية رقم 3 للزاوية رقم 4. تمام. فهبدأ دلوقتي في الزاوية رقم 3 وهبدأ تشبيك في الوحدة اللي قبلها. ده مكان الزاوية اهو. هبدأ اشتغل دلوقتي 4 عمود بلفتين. 1 2 3 4، وبعدين سلسلتين وانتقل على الوحدة اللي قبلها اهي. اروح هنا عند فراغ الزاوية، ادخل بالابرة كده، ده فراغ الزاوية اهو. ادخل من تحت كده، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين كمان وارجع للوحدة اللي بشتغل فيها اكمل الزاوية رقم 3. 4 عمود بلفتين كمان. 1 2 3 4. اروح لاول فراغ يقابلني واعمل غرزة حشو، وبعدين سلسلتين وانتقل للوحدة اللي قبلها. اروح لاول فراغ بعد الزاوية، ادخل من تحت كده واطلع من قلب الفراغ واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين وانتقل للفراغ اللي عليه الدور واعمل حشو، وبعدين 1 2 انتقل للفراغ في الوحدة اللي قبلها اهي. ادخل في الفراغ كده من تحت، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين انتقل للفراغ اللي عليه الدور واعمل حشو، سلسلتين الفراغ في الوحدة اللي قبلها، ادخل كده واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين وارجع للفراغ هنا اللي عليه الدور واعمل حشو، وهلاقي نفسي قدام اخر فراغ اللي هي الزاوية. هبدأ اكون نص الزاوية بس اللي هي 4 عمود بلفتين، وبعدين سلسلتين وارجع للزاوية في الوحدة اللي قبلها اللي هي دي اهي. ادخل كده في الفراغ بتاعها، اسحب الخيط واطلع بيه واعمل منزلقة، وبعدين سلسلتين وارجع على الوحدة الاساسية اشتغل 4 عمود بلفتين.
بالشكل ده. وبكده بكون شبكت الوحدة. هروح دلوقتي على اول غرزة حشو ببدأ بيها السطر اهي، ادخل فيها واعمل منزلقة، اعمل سلسلة واحدة للامام واقص الخيط، وكده شبكت وحدة كمان. نيجي هنا للوحدة اللي عليها الدور. انا عملت هنا بدأت السطر رقم 6 من اول غرزة الحشو. هنا عملت 3 فراغات زاوية، 3 فراغات زاوية، 3 فراغات، وهبدأ في الزاوية رقم 3 ودي اللي بنبدأ فيها التشبيك، وبكمل لغاية الزاوية الرابعة وبعدين بنهي السطر. هشبك القطعة دي بنفس الطريقة اللي شبكنا بيها القطعتين قبل كده مع بعض، وهنرجع ونكمل سوا. وبكده بكون خلصت الوحدات بتاعتي. زي ما قلت لكم انا بشتغل لمقاس لارج، وحابه القطعه كمان تكون واسعه ومرتاحه، مش حاباها تكون ملمومه او ضيقه على الجسم، فعامله مقاس محيط دوران الوسط واسع شويه، المفروض يكون 70 سنتي، لكن لما قست الوحدات دي طلعوا تقريبا 78 سنتي، من 78 ل 80 سنتي، فكده بالنسبه لي مظبوط، لان حابه القطعه تكون مرتاحه على الجسم مش ضيقه. فممكن تزودي على مقاس محيط دوران الوسط 5 سنتي 6 سنتي على حسب ما انت عايزه. اهم حاجه انك تشبكي الوحدات بالمقاس المطلوب. ممكن كمان تلفيهم حوالين الوسط كده وتشوفيهم مقاسهم مظبوط ولا لا. دلوقتي هنبدا نشتغل على حرف الوحده من فوق، على حرف الوحدات من فوق. السطر بتاعنا هيبدا كده، هيفضل ماشي بنفس النمط كده لنهايه الوحدات. الجزئيه اللي هنشتغلها دي هي اللي هنا في الرسمه بتاعتنا دي. ناخد بالنا هنا احنا خلصنا الوحدات، بنشتغل الجزئيه دي، ده اللي هنبدأ دلوقتي نشتغل عليها، يعني هنشتغل على نهايات الوحدات من فوق. هنا هنيجي هنا هنبدأ من عند أول وحدة، هنوصل الخيط في الفراغ بتاع الزاوية بالشكل ده. هرتفع سلسلة ودي مجرد ارتفاع، وفي نفس الفراغ ده هشتغل 4 حشو، 1 2 3 4. تمام. عندي هنا 4 عمود، هشتغل على كل عمود غرزة حشو، 1 2 3 4 بالشكل ده. هنيجي هنا للفراغات، عندي هنا 3 فراغات. أول فراغ هشتغل فيه 3 حشو، 1 2 3. الفراغ اللي بعديه 3 حشو، 1 2 3. الفراغ اللي بعديه 3 حشو، 1 2 3. لازم تعدي وانت بتشتغلي لأن العدد مهم علشان الغرزة اللي هنكمل بيها. طيب وبعدين عندي هنا الزاوية، عندي هنا 4 عمود هشتغل عليهم 4 حشو، 1 2 3 4. وعندي هنا فراغ الزاوية هشتغل فيه 4 حشو، 1 2 3 4 بالشكل ده. لازم نتأكد لما نيجي نعد إن عدد غرز الحشو فوق كل وحدة 25 غرزة حشو. طيب هنعدهم مع بعض. هنا 4 في فراغ الزاوية، وبعدين 4 فوق ال4 عواميد، يبقى كده 8. 3 في الفراغ ده 11، 3 في الفراغ اللي بعديه 14، 3 في الفراغ اللي بعديه 17، 4 فوق ال4 عمود 21، و4 في الفراغ بتاع الزاوية يبقوا 25. هو ده ترتيب غرز الحشو. هنبدأ في الوحدة اللي بعدها بنفس ترتيب الغرز ونفس العدد. الفراغ بتاع الزاوية 4 حشو، 1 2 3 4. فوق ال4 عمود دول 4 حشو، 1 2 3 4. في أول فراغ يقابلني 3 حشو، 1 2 3. الفراغ اللي بعديه 3 حشو، 1 2 3. الفراغ اللي بعديه 3 حشو، 1 2 3. فوق ال4 عواميد دول 4 عمود اهم، 4 عواميد اهم،
هشتغل عليهم 4 حشو، معلش، فوق ال4 عواميد دول 4 حشو، 1 2 3 4، في الفراغ بتاع الزاوية 4 حشو، 1 2 3 4 بالشكل ده. تمام. وهكمل كل الوحدات على نفس النمط. في فراغ الزاوية 4 حشو، فوق ال4 عمود 4 حشو، في كل فراغ من دول 3 حشو، فوق ال4 عمود دول 4 حشو، وفي فراغ الزاوية التانية 4 حشو. لو عدينا غرز الحشو هيطلعوا 25 غرزة. ونكمل على كل الوحدات بنفس النمط. مشيت على نفس النمط على كل الوحدات بتاعتي بغرز الحشو لنهاية السطر. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد، وناخد بالنا الغرزة اللي هنشتغل بيها عبارة عن سطرين وبنكررهم. السطر اللي هنشتغله ده هو السطر الأول. بداية السطر الجديد برتفع سلسلتين واعتبرهم بأول عمود، ممكن ترتفعي 3، وبلف القطعة بتاعتي كده. هتخطى غرزة واروح للغرزة اللي بعدها واشتغل حرف في من عمود، سلسلة، عمود، اتخطى غرزة والغرزة اللي بعدها عمود، الغرزة اللي بعدها كمان عمود. هو ده النمط بتاعنا، حرف في 2 عمود. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتخطى غرزة ونروح للي بعدها ونشتغل حرف في من عمود، سلسلة، عمود، نتخطى غرزة وبعدين 2 عمود على غرزتين، 1 2، ونرجع نكرر تاني، نتخطى غرزة ونروح على الغرزة اللي بعدها ونشتغل حرف في من عمود، سلسلة، عمود، اتخطى غرزة وبعدين الغرزتين اللي ورا بعض بشتغل في كل غرزة عمود. يعني هسيب الغرزة دي واروح للي بعدها واشتغل عمود، واللي بعدها كمان عمود، وبكمل على نفس النمط. كملت السطر بتاعي على نفس النمط اللي شفناه. اخر حاجة عملتها، عملت حرف في، هتخطى غرزة وهروح لاخر غرزة في السطر واشتغل عمود. بالشكل ده. وكده بيكون انتهى السطر بتاعي، بدأ بعمود وانتهى بعمود. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. لو لقيتي غرزة زيادة او غرزة ناقصة مفيش مشكلة، ظبطي السطر بتاعك وانتي بتشتغلي. هنبدأ دلوقتي السطر رقم 2 من النمط بتاعنا. زي ما قلنا ده أول سطر، سطر غرز الحشو ده مجرد تأسيس، لكن ده أول سطر من النمط. واللي جاي السطر رقم 2 برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده. السلسلتين دول بعمود، هعمل كمان سلسلة، يبقى أنا كده معايا عمود وسلسلة. وهروح لحرف الفي، أدخل هنا تحت السلسلة بتاعت حرف الفي واشتغل غرزة كلاستر بالشكل ده. وبعدين سلسلة، هنتقل هنا هلاقي 2 عمود، هشتغل على كل عمود عمود. انتقل لحرف الفي، ادخل تحت السلسلة بتاعت حرف الفي، الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، الف الخيط وادخل للمرة التانية، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، الف الخيط وادخل للمرة التالتة، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، الف الخيط وادخل للمرة الرابعة واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من كل الحلقة. كده غرزة كلاستر. وبعدين سلسلة، انتقل ال2 عمود دول واشتغل عليهم 2 عمود، سلسلة، في قلب حرف الفي بشتغل غرزة كلاستر، سلسلة. طبعا الضلع التاني من حرف الفي ماليش دعوة بيه. تمام. بنتقل على طول ال2 عمود دول وبشتغل عليهم 2 عمود، سلسلة، في قلب حرف الفي وغرزة كلاستر.
سلسلة فوق الاتنين عمود 2 عمود، وبكمل على نفس النمط ده كده لنهاية السطر، وده السطر رقم 2 من النمط بتاعنا زي ما احنا شايفينه كده. كملت السطر رقم 2 زي ما احنا شايفينه كده، ووصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عملتها عملت غرزة كلاستر وبعدين سلسلة، هروح على سلاسل الارتفاع بتاعت السطر اللي فات واعمل عمود، وده عمود نهاية السطر. وهم دول السطرين اللي هنفضل نكررهم. هنبدأ دلوقتي في تكرار السطر الأول. برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده، بتخطى غرزة وبروح للغرزة اللي بعدها هلاقيها غرزة الكلاستر، هدخل فيها واعمل حرف في من عمود سلسلة عمود، وبعدين انتقل على الاتنين عمود دول اشتغل عليهم 2 عمود، انتقل على غرزة الكلاستر واعمل فيها حرف في من عمود سلسلة عمود، انتقل على الاتنين عمود دول واشتغل عليهم 2 عمود، فوق غرزة الكلاستر حرف في من عمود سلسلة عمود، فوق الاتنين عمود 2 عمود، واكمل على نفس النمط بالشكل ده. كملت السطر على نفس النمط، وده كان تكرار للسطر الأول. هننهي دلوقتي السطر بتاعنا ونبدأ السطر رقم 2. هروح على سلاسل الارتفاع وأعمل عمود، والسطر بيبدأ بعمود وبينتهي بعمود. هنبدأ تكرار السطر رقم 2. برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده، السلسلتين دول بعمود وهعمل كمان سلسلة، وهنتقل لقلب حرف الفي واشتغل غرزة كلاستر، وبعدين سلسلة، انتقل الاتنين عمود دول واشتغل على كل عمود عمود، سلسلة في قلب حرف الفي بشتغل غرزة كلاستر، سلسلة فوق الاتنين عمود 2 عمود، سلسلة في قلب حرف الفي وغرزة كلاستر، واكمل على نفس النمط. وهم دول السطرين اللي هنفضل نكررهم لغاية القطعة بتاعتنا ما توصل للطول المطلوب. طيب ايه هو الطول المطلوب او الارتفاع المطلوب؟ ده على حسب ما انت عايزة. يعني شوفي انت عايزة القطعة بتاعتك طولها قد ايه، وبتحسبي من اول هنا لغاية حردة الإبط. يعني انت عايزة طول القطعة من هنا لغاية حردة الإبط مثلا 20 سنتي، فهتفضلي ترتفعي لغاية ما توصل ل20 سنتي. عايزاها 15 سنتي، هتفضلي ترتفعي لغاية ما توصل ل15 سنتي. وبعد كده نبدأ نعمل حردة الإبط ونطلع ببقية القطعة. يعني احنا دلوقتي هنجيب الرسمة بتاعتنا تاني. احنا شغالين في الجزئية دي، هنفضل نرتفع بالسطور. هنا بنشتغل السطرين النمط، بنفضل نرتفع لغاية ما نوصل عند حردة الإبط. طيب الارتفاع ده قد ايه؟ على حسب ما انت عايزة طول القطعة بتاعتك. بتتقسم من هنا لغاية ما نوصل عند حردة الإبط. عايزاها بقى 20 سنتي، 30 سنتي، 15 سنتي، 40 سنتي، على حسب ما انت عايزة. هتفضلي ترتفع بالسطور لغاية ما توصلي عند حردة الإبط، وبعدين هنرجع علشان نعمل التناقص ونرتفع ببقية القطعة. فضلت اشتغل واكرر في السطور لغايه ما وصلت القطعه بتاعتي للمقاس اللي انا محتاجاه. كده ارتفاع القطعه من 18 ل 20 سنتي، وبالنسبه لي المقاس ده مناسب جدا. تقدري تزودي او تقللي على حسب ما انت عايزه. طيب اشتغلت كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 سطور. اخر سطر اشتغلته كان 2 عمود حرف في، 2 عمود حرف في بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنيجي دلوقتي علشان نقسم القطعة بتاعتنا أمام وخلف. أول خطوة هنعملها هنعد عندنا كام حرف في. أنا عديت وطلعوا 35 حرف في. هدي الأمام 16 والظهر 19.
طب ليه الظهر زياده شويه؟ احنا المفروض نقسمهم بالنص بالظبط، لكن انا مخليه الظهر اقل شويه علشان الامام لسه هنعمل فيه مرد الزراير والعراوي، فده هيزود حجم الامام. تمام، علشان كده لما جيت اقسم فخليت الظهر ازيد من النص حاجات بسيطه. يعني انا عندي 35 حرف في، اديت الظهر 19 واديت الامام 16. الامام اقل شويه علشان لسه هنعمل له مرد الزراير والعراوي. طيب الامام عندي مقسوم على 2، هيبقى ناحيه يمين وناحيه شمال. جيت من هنا يعني 8 للناحيه اليمين و8 للناحيه الشمال. جيت من هنا وبدات اعد 8 حرف في، 1 2 3 4 5 6 7، وفي حرف الفي رقم 8 حطيت علامه، ومن الجهه الثانيه بنفس الطريقه عديت 8 حرف في، وفي حرف الفي رقم 8 حطيت علامه. يبقى ده هيكون الشكل عندي اهو بالشكل ده. وهنا هيكون مرد الزراير والعراوي هيقفل الجزئيه اللي ناقصه دي. تمام، دلوقتي هنبدا زي ما احنا شايفين الرسمه بتاعتنا. احنا هنشتغل دلوقتي الشكل ده او الجزئيه دي كده. احنا خلصنا الارتفاع بالسطور. هنبدا دلوقتي نعمل حرده الابط والحرده اللي عند الصدر. احنا عندنا اهي لغايه هنا كده ولغايه هنا. هنشتغل الجزئيه دي والجزئيه دي. ناخد بالنا ان احنا هيكون عندنا تناقص في بدايه السطر وفي نهايه السطر. طيب التناقص ده هيكون ازاي؟ اول حاجه هنعملها هرتفع سلسلتين وهعتبرهم بعمود ولسه ما كملتوش، وهلف القطعه بتاعتي كده، وهروح لقلب حرف الفي، الف الخيط وادخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين كده. معايا حلقتين على الابره، الف الخيط واخرج منهم، وكاني جمعت الاتنين دول في غرزه واحده. خلاص، دلوقتي هنتقل على الاتنين عمود دول واشتغل على كل عمود عمود. ده اول تناقص عملته بالشكل ده. وبعدين سلسله في قلب حرف الفي هشتغل غرزه كلاستر، 1 2 3 4، وبعدين سلسله فوق الاتنين عمود 2 عمود، بالشكل ده. وبعدين سلسله فوق حرف الفي غرزه كلاستر، واكمل النمط بتاعي عادي لغايه ما اوصل عند العلامه. وصلت هنا عند العلامه، ده حرف الفي اللي فيه العلامه. ناخد بالنا اخر حاجه عملتها عملت 2 عمود، مش هعمل بعديهم سلاسل لاني مش هعمل هنا غرزه كلاستر. هشيل العلامه وهلف الخيط، هدخل في حرف الفي، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، الف الخيط واروح للعمود اللي بعد حرف الفي على طول، ادخل فيه، اسحب الخيط اطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. كده معايا 3 حلقات على الابره، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. هنبدا دلوقتي السطر الجديد بارتفاع سلسلتين وبلف القطعه بتاعتي كده، بنتقل على اول عمود يقابلني، الف الخيط ادخل فيه، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين دول هنعتبرهم غرزه واحده. العمود اللي بعديه عمود فوق غرزه الكلاستر حرف في، فوق الاتنين عمود 2 عمود، فوق غرزة الكلاستر حرف في، وبكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة عملتها فوق غرزة الكلاستر حرف في والعمود اللي بعدها اشتغلت عليه عمود. فاضل عندي عمود والغرزة اللي جمعت فيها ال2 عمود دول. هعمل ايه؟ هلف الخيط وهدخل في العمود ده، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، الف الخيط واروح لاخر غرزة ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش. معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده. هنتقل
العمود اللي بعديه على طول الف الخيط، ادخل فيه، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين من حلقتين، ودول بالنسبه لي بيبقوا غرزه واحده، احط فيها العلامه علشان اعرف ان دول غرزه واحده اهو، لو خايفه تتلخبطي. بعدين هعمل سلسله، انتقل لحرف الفي واشتغل فيه غرزه كلاستر. سلسله فوق الاتنين عمود، 2 عمود، واكمل السطر بتاعي برضو عادي. وفي نهاية السطر هعمل برضو تناقص في نهاية السطر اللي هو نهاية الجزئية دي كده اهي هنا. وصلت لنهاية السطر، اخر حاجة عملت غرزة الكلاستر في حرف الفي، هعمل بعديها سلسلة وهنتقل على الغرزتين دول، الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط واروح للغرزة اللي بعدها، ادخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش. كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. هنبدأ السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده، وهروح لقلب غرزة الكلاستر، الف الخيط وادخل، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط واخرج من الحلقتين. وكده بالنسبة لي دول غرزة واحدة. الف الخيط وانتقل ال2 عمود دول واشتغل عليهم 2 عمود، 1 2، وبعدين انتقل لغرزة الكلاستر واشتغل فيها حرف في، انتقل ال2 عمود واشتغل عليهم 2 عمود، انتقل لغرزة الكلاستر واشتغل فيها حرف في، ال2 عمود اشتغل عليهم 2 عمود واكمل السطر بتاعي. وعملنا التناقص في بداية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، اخر حاجة عملتها اشتغلت على ال2 عمود دول 2 عمود. احنا معلمين ان دي غرزة واحدة، حاطين فيها العلامة، فهلف الخيط وهدخل في غرزة الكلاستر، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، وبعدين اشيل العلامة، الف الخيط وادخل في الغرزة اللي كان فيها العلامة، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش. كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه، وكده انتهى السطر بتاعي. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد. بداية السطر هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده، وهروح لأول عمود يقابلني، ألف الخيط أدخل فيه، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين من حلقتين، وبالنسبة لي دول هيكونوا أول غرزة هحط فيها العلامة. العمود رقم 2 عمود، وبعدين سلسلة، أنتقل لحرف الفي واشتغل فيه غرزة كلاستر، سلسلة فوق ال2 عمود دول 2 عمود، سلسلة فوق حرف الفي وغرزة كلاستر، وبكمل على نفس النمط لنهاية الجزئية بتاعت الصدر. كملت على نفس النمط زي ما احنا ماشيين كده، وصلت لنهاية السطر. اخر حاجة عملتها عملت غرزة كلاستر سلسلة، وبعدين عملت عمود، فاضل عندي عمود وغرزة التناقص هجمعهم مع بعض، ادخل اسحب الخيط واطلع بيه، هناخد بالنا اهو، ادي عمود وادي غرزة التناقص، هدخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، الف الخيط وادخل تاني، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، معايا 3 حلقات على الابره، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. هنبدا السطر الجديد بارتفاع السلسلتين وبلف القطعه بتاعتي كده، هلف الخيط وهروح للعمود رقم 2، ادخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين من حلقتين، ودول بالنسبه لي غرزه واحده خلاص. الف الخيط وانتقل لغرزه الكلاستر واشتغل فيها حرف في، ألف الخيط وانتقل ل2 عمود واشتغل عليهم 2 عمود، 1 2 فوق غرزة الكلاستر حرف في،
فوق الاتنين عمود 2 عمود، واكمل على نفس النمط لغاية ما اوصل لنهاية السطر. وصلت هنا لنهاية السطر، اخر حاجة عملتها عملت حرف في. عندي عمود وعندي غرزة التناقص اللي احنا حاطين فيها العلامة. هلف الخيط وهدخل في العمود، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، وبعدين اشيل العلامة، الف الخيط وادخل في غرزة التناقص، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش. كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه. ودي بالنسبة لي بتكون اخر غرزة عندي في السطر بالشكل ده. لو خدنا بالنا احنا ماشيين بالتناقص مع بعض سطر بسطر. ليه؟ لان نفس اللي بنعمله هنا هنعمله في الجهة التانية. احنا بنعمل دلوقتي نص الصدر، في الجهة التانية هنعمل النص التاني بنفس الخطوات. تمام؟ يعني هنبدأ نراجع الفيديو ونبدأ من اول التناقص عشان نشتغل الجزء التاني. هنيجي دلوقتي نكمل السطر الجديد. بداية السطر برتفع 1 2 وبلف القطعة بتاعتي كده، وبروح على غرزة حرف الفي، ألف الخيط وأدخل حرف الفي، أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين بين حلقتين. وكده بالنسبة لي دي بتكون أول غرزة، فبحط فيها العلامة لو انتي خايفة تتلخبطي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هننتقل على طول الاتنين عمود دول، وهنشتغل على كل عمود عمود. 1 2 وبعدين سلسلة. في حرف الفي هشتغل غرزة كلاستر، سلسلة فوق الاتنين عمود 2 عمود، وبكمل السطر بتاعي عادي مفيهوش تغيير. والسطر بتاعنا بقى صغير اهو زي ما احنا شايفين. بعد الاتنين عمود عملت سلسلة، وفي حرف الفي هعمل غرزة كلاستر، سلسلة 2 عمود. مش هعمل دلوقتي خلاص سلاسل، هروح لحرف الفي ده، ادخل في قلب حرف الفي، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش، الف الخيط واروح لغرزة التناقص اهي هنلاقيها في نهاية السطر. ادخل في الغرزة كده، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما كملش. كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه. هنكمل، هرتفع سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده، هروح للعمود. بصوا معايا دي غرزة التناقص، هروح لأول عمود بعديها، أدخل أسحب الخيط وأطلع بيه، أخرج من حلقتين من حلقتين. وكده بالنسبة لي دي غرزة التناقص الجديدة. ألف الخيط وأروح للعمود رقم 2 واشتغل عمود، ألف الخيط وأروح لغرزة الكلاستر واشتغل فيها حرف في، وبعدين فوق الاتنين عمود 2 عمود، فوق غرزة الكلاستر حرف في. عندي هنا 2 عمود وغرزة التناقص، هروح للعمود ده واشتغل عمود، والعمود التاني هدمجه مع غرزة التناقص واخليهم غرزة واحدة اهو. الف الخيط وادخل في العمود ده كده، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين، الف الخيط واشيل العلامة واروح لغرزة التناقص، ادخل اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين. كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. هنبدأ السطر الجديد، برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده، وبروح للعمود اللي قبل حرف الفي اهو، الف الخيط وادخل فيه، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين من حلقتين. وكده بالنسبة لي دي غرزة واحدة اللي هي غرزة التناقص. بعدها بعمل سلسلة وبنتقل لحرف الفي واشتغل غرزة كلاستر، وبعدين سلسلة فوق الاتنين عمود 2 عمود، وبعدين سلسلة فوق حرف الفي وغرزة كلاستر، لا معلش غرزة كلاستر من 4 مش من 3.
بالشكل ده عملنا غرزة الكلاستر زي ما قلنا هي من 4 عمود. هعمل دلوقتي سلسلة وهروح للعمود ده وغرزة التناقص، الف الخيط وادخل في العمود، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، الف الخيط وادخل في غرزة التناقص، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه بالشكل ده. ناخد بالنا اول ما توصل معانا القطعة بتاعتنا للشكل ده خلاص بنوقف التناقص، فاضل عندي 2 غرزة كلاستر بس، فهنوقف التناقص على كده، وده هيكون حجم الحمالة. هنعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع 1 2 سلسلتين وهلف القطعة بتاعتي كده وانتقل لغرزة الكلاستر واشتغل فيها حرف في من عمود سلسلة عمود. عندي هنا 2 عمود هشتغل عليهم 2 عمود، وبعدين غرزة كلاستر هشتغل عليها حرف في، وبعدين عمود نهاية السطر هشتغل عليه عمود، او دي كانت غرزة التناقص فهشتغل عليها عمود بالشكل ده. وهي دي الحمالة بتاعتنا، عمود حرف في 2 عمود حرف في عمود. وصل معانا السطر للشكل ده. هنبدأ السطر الجديد برتفع سلسلتين وبلف القطعة بتاعتي كده، وهروح لا بعد السلسلتين دول بعمل كمان سلسلة، يبقى انا كده معايا عمود وسلسلة، وبروح لحرف الفي واشتغل فيه غرزة كلاستر، وبعدين سلسلة 2 عمود اشتغل عليهم 2 عمود، سلسلة فوق حرف الفي وغرزة كلاستر، سلسلة، اخر عمود بشتغل عليه عمود اللي هو سلاسل الارتفاع بتاعت السطر اللي فات بالشكل ده. وبعدين نرجع نكرر تاني السلسلتين والف القطعة بتاعتي كده. احنا خلاص وقفنا تناقص، فوق غرزة الكلاستر حرف في، اتنين عمود اشتغل عليهم 2 عمود، 1 2 فوق غرزة الكلاستر حرف في، وفي سلاسل الارتفاع بشتغل عمود، وارجع اكرر تاني سلسلتين ودول بعمود وكمان سلسلة، يبقى انا كده معايا عمود وسلسلة، والف القطعة بتاعتي كده، وفي قلب حرف الفي اشتغل غرزة كلاستر. احنا كده بنشتغل الحمالات، وبعدين سلسلة في ال2 عمود دول بشتغل 2 عمود، سلسلة في حرف الفي وغرزة كلاستر، سلسلة، اخر عمود بلاقي سلاسل الارتفاع بتاعت السطر اللي فات بشتغل عليها عمود، واكمل على نفس النمط ده كده. وده شكل الحمالة، ده الشكل اللي عندي. تمام كده احنا ماشيين مظبوط. طيب كده احنا شفنا طريقة التناقص وطريقة كمان الحمالات. طب احنا هنفضل نشتغل بالحمالات دي لغاية امتى؟ يعني لغاية ما نوصل لايه؟ لغاية ما تلاقيها بتلف معاكي وتوصل لغاية الظهر على حسب المقاس اللي انت عايزاه. يعني الحمالة دي هنيجي نشوف دلوقتي، ده شكل القطعة اللي احنا اشتغلناها، ده الظهر وكده هيبقى الوش، يعني هي هتبقى كده. تمام. احنا عايزين الحمالة دي تفضل تطول لغاية ما نلفها، ما تلف معانا وتيجي هنا لغاية الظهر. طوليها بقى زي ما انت عايزة، على حسب ما انت عايزة، قيسي وشوفي. تمام. لكن الافضل ان انت تحطي الحرفين دول كده على بعض اهو، وتشتغلي كده لغاية ما توصلي للطول المطلوب اللي انت عايزاه، وتروحي تانية الحمالة وجاية هنا في مكان الظهر ومثبتاها. يبقى الحمالة دي هتفضل تطول معانا وتتني لغاية قطعة الظهر ونثبتها في قطعة الظهر.
طول الحمالة قد ايه ده يرجع لك انت، على حسب ما انت عايزة الحمالة طولها قد ايه، لان الحمالة هتحدد كمان طول القطعة بتاعتنا. يعني الحمالة لو طولت هتبقى القطعة طويلة، لو حباها اقصر هتأثري في الحمالات شوية. تمام. بنفس الطريقة دي هنشتغل الجهة التانية. احنا شفنا اشتغلنا هنا الخطوات ازاي، بنفس الطريقة هنشتغل في الجهة التانية، بس الاختلاف هيكون بسيط جدا، ان احنا هنا بدأنا من بره من هنا كده ومشينا بالسطور بتاعتنا في جزئية في الجهة دي. هنبدأ من هنا من عند العلامة مش من بره، علشان بس اتجاه السطر مش اكتر. تمام. اتجاه السطر هنا، السطر دايما بيمشي كده يمين، فاتجاه السطر كان ماشي معانا كده، فهنا هيمشي من عند الحمالة كده برضو، لان سطر غرز الكلاستر بيكون على الوش، واحنا هنبدأ بسطر غرز الكلاستر فعايزينه على الوش في الاتجاه ده كده، فهنبدأ من عند العلامة. هنبدأ مع بعض السطر الأول بس، وبعد كده انت هتمشي بقية السطور بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها هنا. ناخد بالنا، هنبدأ أول سطر في الجهة دي كده اهي، هنبدأ من عند العلامة، ده حرف الفي اللي حاطين فيه العلامة، هنروح للعمود اللي قبليه على طول، هندخل فيه في العمود اللي قبليه واوصل الخيط. من نفس المكان هدخل اسحب الخيط واطلع بيه واعمل سلسلتين، وهشيل العلامة وهدخل في قلب حرف الفي ده واعمل عمود، وبالنسبة لي دي اول غرزة هحط فيها علامة بالشكل ده، وبعدين هنتقل على الاتنين عمود دول اشتغل عليهم 2 عمود، 1 2 سلسلة في حرف الفي اول غرزة كلاستر، سلسلة 2 عمود، واكمل السطر بتاعي عادي لنهاية السطر النمط بتاعنا اللي احنا عارفينه، سلسلة غرزة كلاستر، سلسلة 2 عمود، كملت السطر بتاعي ووصلت لنهاية السطر. دول اخر 2 عمود عملتهم، عندي هنا حرف في وعندي عمود نهاية السطر، هلف الخيط وهدخل في حرف الفي، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، الف الخيط واروح لسلاسل الارتفاع ادخل فيها، اسحب الخيط واطلع بيه، اخرج من حلقتين وما اكملش، كده معايا 3 حلقات على الابرة، الف الخيط واخرج منه، وكده خلصنا اول سطر. بعد كده هكرر السطر رقم 2 والسطر رقم 3 والسطر رقم 4 بنفس النمط اللي احنا كنا ماشيين عليه، مفيش اي اختلاف، زي ما هنمشي هنا زي ما مشينا هنا بالظبط بنفس طريقة التناقص. هكمل الجزئية دي طبعا وهطول الحمالات، وهنرجع مع بعض علشان نشبكهم في الظهر ونشطب القطعة بتاعتنا. كملت شغل على الحمالة اللي بدأناها سوا واشتغلت الجهة التانية، كده عندي الجهتين زي بعض اهو. طول الحمالة قد ايه؟ لو جينا من عند اول سطر من سطور الحمالة لغاية اخر سطر هنلاقيها طولها 28 سنتي، تقدري تزودي او تقللي زي ما انت عايزة، لكن ده الطول المناسب بالنسبة لي. بنعمل ايه؟ بنقفل القطعة كده ونظبطها بالشكل ده، وبنيجي نتني الحمالة على ورا ونفتح كده علشان نظبط مكانها في الظهر اهو، ده المكان المناسب ليها. ممكن تدخليها جوه شويه تخرجيها بره شويه على حسب ما انت عايزه. دلوقتي لما جيت اقص الخيط قصيته طويل شويه علشان اركب فيه ابره التنظيف وابدا اخيط الحماله في منطقه الظهر. ثبت الحماله في المكان المناسب ليها في الظهر وهبدا اخيط. وصلت ابره التنظيف اهو في طرف الخيط وهبدا اخيط. هلف كده علشان بس اعرف اخيط القطع، وهنبدا خياطه عاديه.
وده شكل القطعة بتاعتنا بعد ما قفلنا الحمالات زي ما احنا شايفين. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ الخطوة اللي هنعملها ان احنا هنمشي كده 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 لغاية ما نوصل لمكان ما بدأنا التناقص. تمام؟ يعني هنقرب شوية علشان يكون الموضوع أوضح، وهنشوف فين بدأنا التناقص. بدأنا التناقص هنا، ده أول سطر من سطور التناقص. هحط العلامة في السطر ده اللي هو أول سطر من سطور التناقص، وفي الجهة التانية نفس الطريقة، أول سطر من سطور التناقص أهو. وهنبدأ دلوقتي نعمل مرد الزراير والعراوي. مرد الزراير والعراوي هيكون في الجزئية دي كده، من أول هنا لغاية العلامة، ومن أول هنا لغاية العلامة. بس هو ده مرد الزراير والعراوي، بيكون في الجزئية دي بس. تمام؟ هنبدأ نشتغل هنا. أول حاجة هنبدأ بيها طبعا سطر من غرز الحشو. في الناحية الشمال بنبدأ من تحت، هاجي هنا هدخل في فراغ الزاوية واوصل الخيط. وصلت الخيط هدخل اسحب الخيط واعمل بيه واطلع بيه واعمل سلسلة واحدة. وهنا هنشتغل في الفراغ ده 3 غرز حشو، 1 2 3. فوق كل عمود عمود، عندي هنا 4 عمود، 1 2 3 4. عندي هنا 3 فراغات ورا بعض، هشتغل في كل فراغ 3 حشو، 1 2 3 1 2 3 1 2 3. عندي هنا 4 عمود هشتغل عليهم 4 حشو، 1 2 3 4. عندي فراغ الزاوية هشتغل فيه 3 حشو، 1 2 3. وبعدين هبدأ هنا اشتغل على نهايات السطور. يعني كل السطور نهايتها عواميد، فبنشتغل تحت اخر عمود 2 حشو. هنا 2 حشو، 2 حشو، 2 حشو، وبكمل. فضلت ماشية لغاية ما لقيت العلامة اهو، ده اول سطر من سطور التناقص. بقف عند السطر ده، اشتغل فيه في اخر حاجة فيه 2 حشو وبقف على كده. يعني الجزئية دي هي اللي بنشتغل عليها المرد. دلوقتي اشتغلنا سطر من غرز الحشو، هعمل سلسلة وهلف القطعة بتاعتي كده، وهبدأ اشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة حشو. على كل غرزة اشتغلتها هشتغل عليها غرزة حشو بالشكل ده. كملت سطر من غرز الحشو. هنبدأ دلوقتي السطر الجديد، برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده. ناخد بالنا السطر اللي جاي ده اللي هنعمل فيه العراوي، فهبدأ كده اشتغل غرزتين 3 حشو بالشكل ده، وبعدين اكون اول عروة، اعمل سلسلتين هتخطى غرزتين 1 2، وبعدين ابدأ اشتغل مجموعة من غرز الحشو. اشتغلت مجموعة من غرز الحشو تقريبا 9 غرز. هعمل دلوقتي سلسلتين واتخطى بيهم غرزتين كده، عملت عروة، وارجع اشتغل تاني مجموعة من غرز الحشو. اشتغلت مجموعة من غرز الحشو، هكون عروة كمان عبارة عن سلسلتين اتخطى بيهم غرزتين، وارجع اكرر برضو مجموعة من غرز الحشو، واكمل على نفس النمط لنهاية السطر. وبكده عملت العراوي. هنبدأ السطر الجديد، برتفع سلسلة وبلف القطعة بتاعتي كده. اول غرزة هتقابلني هشتغل عليها حشو، الغرزة رقم 2 حشو، وهلاقي عندي اول عروة، هشتغل في الفراغ بتاع العروة 2 حشو، 1 2، وارجع اكرر على كل غرزة تقابلني غرزة حشو، ولما اوصل لفراغ العروة هشتغل في الفراغ 2 غرزة حشو.
وصلت هنا لفراغ العروة، هشتغل في الفراغ ده 2 حشو واكمل على نفس النمط. وده السطر الرابع من غرز الحشو. هخلص السطر ده وهشتغل سطر كمان من غرز الحشو، يبقى المرد عندي عبارة عن 5 سطور من غرز الحشو. يعني ده السطر الرابع هخلصه وهشتغل سطر كمان ونرجع ونكمل سوا. وبكده خلصت مرد العراوي. هشتغل في الجهة التانية بنفس الطريقة. هنا المرد بتاع الزراير، بس الاختلاف ان هنا مش هيكون فيه فتحات للعراوي. هشتغل 5 سطور من غرز الحشو بنفس الطريقة اللي اشتغلتها، لكن في الجهة دي هبدأ من فوق من هنا. تمام، بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها المرد ده هشتغل في الجهة التانية، بس هبدأ من فوق. هخلص ال5 سطور مجرد سطور من غرز الحشو، مفيش فتحات للعراوي. اشتغلت مرد الزراير، وكده بنكون خلصنا مرد الزراير والعراوي، وكمان ركبت الزراير علشان نشوف شكلها او شكل القطعة لما بنركب لها الزراير. دلوقتي فاضل خطوة واحدة، وهي ان احنا نشطب الحروف، حروف القطعة كلها. هنشتغل على الحرف من تحت، وهنشتغل على فتحة الدراع وفتحة الدراع التاني، وهنشتغل كمان على فتحة الرقبة وجزئية الظهر. كل دول هنشتغلهم بغرزة واحدة، وده اللي هنشوفه دلوقتي. هنبدأ بحرف البلوزة. هفتح بس الزرار الأخير ده علشان نعرف نشتغل. وهنبدأ من هنا. هنشوف دلوقتي هنشتغل ازاي. هنيجي عند أول غرزة من المرد كده واوصل الخيط. بالشكل ده وصلت الخيط. هدخل اسحب الخيط واطلع بيه واعمل سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وبعدين هرتفع 1 2 3 3 سلاسل، وفي نفس المكان هلف الخيط وهدخل اعمل عمود كمان عمود. هتخطى المرد واروح لاول فراغ واعمل حشو بالشكل ده، وبعدين من الفراغ ده هرتفع 3 سلاسل، وفي نفس الفراغ هشتغل عمود كمان عمود. اتخطى 3 عمود واروح للعمود الرابع واعمل حشو. اكرر تاني 1 2 3 في نفس الغرزة اللي عملت فيها الحشو، اشتغل عمود كمان عمود، واروح لاول فراغ يقابلني واعمل حشو. نبدأ نكرر تاني 1 2 3 في نفس الفراغ عمود كمان عمود، انتقل للفراغ اللي بعديه واعمل حشو. 1 2 3 في نفس الفراغ عمود كمان عمود، انتقل للفراغ اللي بعديه واعمل حشو. 1 2 3 عمود عمود، اروح لاول عمود من ال4 عواميد دول اهو واعمل حشو. ده كده الشكل اللي عندي. كمل 1 2 3 في نفس الغرزة عمود كمان عمود، وانتقل للفراغ ده واعمل حشو. 1 2 3 في نفس الفراغ عمود كمان عمود، انتقل للفراغ اللي بعديه واعمل حشو، واكمل على نفس النمط ده كده على كل حرف البلوزة من تحت او البلورو من تحت. ده الشكل اللي عندي. هكمل شغل على الحرف ونرجع ونكمل سوا. كملت على نفس النمط ولف السطر بتاعي على حرف القطعة كلها. اخر حاجة عملتها دخلت في الفراغ ده وعملت حشو، وبعدين 3 سلاسل 2 عمود. هروح لاخر
جزئية في المرد هنا اهي، هدخل كده واعمل غرزة حشو. هعمل سلسلة واحدة للأمان وهقص الخيط، وكده خلصنا تشطيب القطعة من تحت. وده بقى شكل الحرف عندي. طبعا بننضف الخيوط الزيادة. دلوقتي هنبدأ في تشطيب فتحة الكم، وبنفس الطريقة هنشطب فتحة الرقبة وفتحة الكم التاني بنفس النمط اللي هنمشي عليه. هنيجي هنا كده من عند حردة الإبط ونوصل الخيط في أي مكان، في أي غرزة. وصلت الخيط هدخل أسحب الخيط وأطلع بيه وأعمل سلسلة واحدة، ودي مجرد ارتفاع، وفي نفس الغرزة هعمل غرزة حشو. طيب وبعدين 3 سلاسل، وفي نفس المكان هشتغل كمان 2 عمود، 1 2، اتخطى غرزة 2 واروح للغرزة الثالثة واعمل حشو بالشكل ده. وبعدين ارتفع 1 2 3، وفي نفس المكان اللي عملت فيه الحشو هدخل واعمل 2 عمود، 1 2، اتخطى غرزة 2 واروح للغرزة الثالثة واعمل حشو. ارتفع 1 2 3، في نفس المكان اعمل كمان 2 عمود، 1 2، اتخطى غرزة 2 واروح للغرزة الثالثة واعمل حشو. نكرر تاني 1 2 3، في نفس الغرزة اشتغل كمان 2 عمود، 1 2، اتخطى غرزة 2 واروح للغرزة الثالثة واعمل حشو، 1 2 3، في نفس المكان 2 عمود. وهلاقي نفسي دلوقتي قدام نهايات السطور. احنا هنا طالعين بقى بالجزئية دي كده، فهنشتغل ازاي؟ هروح على نهاية السطر هنا واشتغل غرزة حشو بالشكل ده. تمام. وبعدين 1 2 3، في نفس المكان هشتغل 2 عمود اهو، وانتقل اسيب يعني سطر ده كده هسيبه. ايه يعني مش هنشتغل على نهايات كل السطور، لا بنسيب سطر وبنروح للسطر اللي بعديه ونعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 ونشتغل 2 عمود، وبعدين نتخطى سطر اهو واروح للسطر اللي بعديه واعمل حشو، 1 2 3، وبعدين 2 عمود، نتخطى سطر ونروح للسطر اللي بعديه، ندخل تحت العمود كده ونعمل حشو، وبعدين 1 2 3، 2 عمود، 1 2، اتخطى سطر واروح للسطر اللي بعديه واعمل حشو، واكمل على نفس النمط اللي احنا شايفينه ده اهو. يبقى لما بنكون بنشتغل على غرز بنتخطى غرزتين ونروح للتالتة ونعمل حشو، وبعدين نرتفع 3 سلاسل ونشتغل في نفس الغرزة 2 عمود. لما بنكون بنشتغل على نهايات السطور بندخل تحت اخر عمود ونعمل حشو، وبعدين 3 سلاسل، وبعدين 2 عمود في نفس المكان، ونتخطى سطر ونروح على السطر اللي بعديه ونعمل حشو ونكرر. خلاص هكمل على نفس النمط ده. الشغل على فتحة الدراع هنا، وهشتغل على فتحة الدراع في الناحية التانية، وبرضو هشطب فتحة الرقبة بنفس الطريقة دي كده. هشتغل هنا على فتحة الرقبة وهيلف السطر بتاعي وينزل على الظهر ويطلع على الحمالة التانية ويوصل لغاية نهاية فتحة الرقبة من الناحية التانية، يعني هيلف على القطعة كلها زي ما احنا شايفين كده بنفس الغرزة. هكمل على نفس النمط وهنرجع ونشوف الشكل النهائي للقطعة بتاعتنا ايه. كده خلاص مفيش خطوات تاني، هي الغرزة دي اللي بنشطب بيها. كملت على نفس النمط اللي شفناه، نفس الغرزة اشتغلت على فتحة الدراع وفتحة الدراع التاني، وكمان على حرف فتحة الرقبة وعلى الظهر. وده شكل القطعة بتاعتنا زي ما احنا شايفينه كده، شكلها بسيط وجميلة. اشتغلناها مع بعض بالتفصيل خطوة بخطوة، مناسب للأطفال ومناسب كمان للكبار، يعني تقدري تعمليه لأي سن وبأي مقاس انت عايزاه.
بالنسبة لكمية الخيط ما خدش مني خيط كتير، خد تقريبا 150 ل 160 جرام خيط. نوعية الخيط ومقاس الإبرة شفناهم في بداية الفيديو. القطعة دي ليه مقاس لارج وممكن تلبس كمان لغاية اكس لارج. وبكده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة. اي اسئلة او استفسارات سيبوها لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليها. مع السلامة.